ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. اول حاجة كده اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا لايك للفيديو يا جماعة كده، شجعوني عشان انا مكسلة جدا الفترة دي. يعني مكسلة فوق ما تتخيلوا كده. انا مش مصدقة ان انا النهاردة قدرت امنتج الفيديو ده وانزله لكم، لان الفيديو ده انا مصوراه من العيد ولغايه دلوقتي ما نزلش. فشايفين فتره قد ايه وانا ما قدرش ان انا منتج الفيديو وانزله لكم. فشجعوني كده وحطوا اللايك الجميل بتاعكم عشان اتشجع كده وانزل لكم الفيديوهات كتير وحاجات حلوه كتير ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. وربنا ان شاء الله كده يعود عليكم الايام بخير يا رب وان شاء الله كده تكونوا قضيتوا عيد حلو كده مع اولادكم ومع قرايبكم مع حبايبكم. مهما كانت الضغوطات، مهما كانت الظروف، حاولي تفرحي ولادك على قد ما تقدري بأبسط الحاجات. بأبسط الحاجات والتكلفة يعني الأولاد ملهمش ذنب في أي حاجة، زعل، مشاكل، ظروف. حاولي تفرحي ولادك بأي حاجة، الأطفال ملهاش أي ذنب في أي حاجة. فانتي فرحي ولادك بأبسط حاجة تقدري تعمليها، يعني بحاجات بسيطة جدا هتفرحهم لأنهم أطفال. يعني أقل حاجة بتفرحهم. هنا ده كان طقم العيد كده. انا معرفتش اصور معاكم لبس العيد، والله ما صورتوش. البيبي الصغير بقى مطلع عينيا، مخليلي النهار ليل والليل نهار. ولا نومي متظبط ولا عارفه اظبط اي حاجه خالص. ده كان لبس العيد اهو. ده الطقم بتاع ابني الكبير، طلعته له كده هيلبسه والبرفيوم بتاعه. وهنا برضو طقم كده للبيبي الصغير، حاجه كده بكم كده هاديه لانه بقى في البيت وكده، ما يعني مش هيخرج بيه يروح مكان. طلعت له حاجه بكم لان انا ما كنت صيفته للصغير بصراحه، لسه بيبي صغير فما كنت صيفته له. لكن ابني الكبير صيفته له عادي خالص، وانا كمان صيفته وتمام يعني الدنيا كويسه. لكن البيبيات الصغيره لسه عليهم شويه. وده البرفيوم بتاعي برضو طلعته مع العبايه بتاعتي كده. وده فطرنا اول يوم العيد. شايفين البسكوت عامل ازاي ده؟ يعني مخبوزاتنا احنا ما بنشتريش حاجه من بره يا جماعه. الصعايده طبعا بيعملوا كل حاجه بايديهم في البيت، ما بنشتريش اي حاجه من بره. كحك بقى، بسكوت، عملت صينيه كيك كده. والله دي ما لحقتش اعملها بالليل، عملتها الصبح بدري لابني. يعني عملتها يوم العيد الصبح بدري، قمت كده بدري قلت لا ابني نفسه فيها وعاوزها، والله لا اعملها له الصبح. يعني قمت الصبح عملتها له. دي بقى الخروجه اللي هي ما بعد العيد. طبعا دي ما كانتش في ايام العيد بالظبط دي، يعني بس انا ضفت لكم كده مقاطع منها في الفيديو بتاع العيد، في روتين العيد. فدي بقى كانت خروجه كده، حبينا نفرح الاطفال زي ما قلت لكم باقل حاجه. فرحوا ولادكم باقل التكلفه، فرحوهم كده وابسطوهم وخلوهم يغيروا جو. الاولاد ما بيقولهاش، يعني الاولاد ما لهاش اي علاقه ب... باي ضغوطات، اي مشاكل، اي حاجه في البيوت. لا، حاولوا ان انت تفك عن الاطفال شويه. دي كانت الخروجه بتاعتنا. مش عارفه الصوره هنا وقفت ليه، بس يلا مش مشكله هنكمل، هترجع الصوره دلوقتي. فاحنا خرجنا بقى قلنا نفك عن الاطفال شويه. وكل بقى طلب، كل واحد طلب حاجه اللي هو نفسه فيها. يعني في بقى اللي طلب شاورما، اللي طلب كريب، في طلب طاجن. فده جزء، بس الجزء التاني بقى على الترابيزات التانية، لاننا كنا مجموعة كبيرة ما شاء الله، كان البيت كله. فخرجنا كده. وهنا بقى انا قاعدة على جنب كده مع البنات الامارات دولت، بنات سلايفي الكبار بقى دولت، الانسات الكبار. انا بحب كده اقعد معاهم، بحب القعده بتاعتهم جدا. طلبنا هنا بقى كده كوكتيل زي ما انتم شايفين وشيبسي. وهنا ابن محمد انا مع ده جنبي، حاطاه كده في كرسي جنبي عشان ما يزوغش مني بقى زيطه. وانتم عارفين موسم عيد وبيبقى زحمه وكده، فانا حاطاه جنبي. هنا خلصنا الكوكتيل، دخلنا على الشيبسي وبرده جبنا ميه. قال عطشان يا ماما، قلت له حاضر. جبت له ميه. وبصراحه كان يوم جميل وكانت خروجه حلوه والله. يعني ما اتبسطت ان انا بسطت ابني، يعني خرجته وكان هو نفسه في الخروجه دي فانا خرجتها له. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. هنا اخر حاجه بقى اللي طلبناها ده الايس كريم الجميل ده. ويلا بقى سلام.